مساء الخير والجمال والسعادة على أجمل متابعين في الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنفك بها الكرب وتحل بها العقد. 5 ستار هنجربوه النهاردة معانا. عبارة عن ايه؟ مزيل للدهون ومزيل للروائح الكريهة وغني بالجليسرين اللي هو صابون سائل واخترته بالليمون، وده انا كنت جايباه ب 25 جنيه. هنخففه في 8 لتر. تعالوا نشوف الطريقه هنعملها ازاي، ويا ترى هيبقى فعلا زيه زي الصابون السائل اللي بنجيبوه من بره، وممكن يبقى احلى، ولا هتبقى تجربه فاشله وفلوسنا ضاعت. ركزوا معانا وشوفوا هنعمل ايه. المعيار بتاعي من اي ازازه، اللي هي من اي ازازه عندك مثلا متبقيه بتاعت 7 او كاكولا، هبتدي هعاير بيها. بس خلي بالكم ان هي زياده نص لتر، يعني في كل مره هي المفروض بتعمل 2.25 لتر، فانت هتعملي حسابك في الربع ده. ولو سبتيه خلينا نشوف هنعمل ايه. وفي كروانه طبعا زي ما احنا شايفين كده اهي، هبتدي ان انا احط فيها الميه. يلا بينا نعاير ونشوف هنعمل ايه. وكنت هنا ببتدي ان انا اعاير اخر حاجه. المفروض ان احنا كده حطينا بالظبط 8 لتر، اللي هو الكميه اللي طالبها مني في الكيس. هو عايز 8 لتر ونخفف في 8 لتر، هم دول 8 لتر. طبعا انا عشان ما عنديش خشبه كبيره فهبتدي ان انا استخدم الاسباتولا بتاعتي عشان اقلب بيها. وهجيب طبعا المسحوق وابتدي ان انا افضيه في الجردل. بصوا وانا بفتحه معاكم، بصوا هو عباره عن ايه. عباره عن جل على فكره، شايفين؟ عباره عن جل، وعباره عن في حاجه تانية جوه، استنوا. وعباره عن استنوا ثواني، بصوا جل، وده اللي في العبوه، ده وده. الاتنين دول طبعا هنفرغوهم في ال 8 لتر. بصوا يا جماعه، انا هنا ببتدي ان انا افضيه تمام، وهنزل الكيسه كمان في كلها تمام. وهفضي برضو الكميه التانية تبعي اللي هي الباودر ده، هفضيه هنا. وهنشوف بقى التقليب، وهنشوف الدنيا هتبقى شكلها ايه بعد ما نبتدي ان احنا نفضي ده. كل ده لسه ما فضيتوش، هفضيه وارجع لكم. انا هنا فضيت الكيس الاولاني وابتدي افضي الكيس التاني اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو بصوا الميه، بصوا لونها ازاي بيتغير، شايفين؟ ده كل ده اول كيس اللي احنا فضيناه، ده تاني كيس. واهم حاجه بقى عامل التقليب، ان احنا نقلب كويس. استنى بقى لما تفضى خالص، وهبتدي ان انا بعد ما ننزل، بصوا شايفين المنظر، شايفين الميه وشايفين ده كل ده ما تقلبش لسه. شكل يا جماعه التجربه هتطلع ناجحه. شكل الفلوس مش هتطلع على الارض، يا رب والنبي الفلوس يا رب ما تطلعش ايه، تترمش على الارض. عشان ايه؟ انت عالم بينا وبعالم بالشعب كله. هاخد بس كده عشان انضف، وهجيب الاسباتولا بقى بتاعتي. ويلا هو ده المفروض اللي يتعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف بقى، هي قالت مع التقليب المستمر. ابتدي ان انا اقلب. طبعا انا هو ده طبعا التقليب. بصوا انا لسه بقول يا هادي، هي المفروض يعني يتقلب كتير، بس التجربه بصوا القوام بيتقل يا جماعه. لا استنوا، انا هقلب شويه وبعدين ارجع لكم تاني. الاسباتشولا ما جابتش نتيجه، ابتديت ان انا اقلب بايديا. بصوا هو انا حاسه ان القوام مش عارفه يعني، مش قوي، مش عارفه. انا حاسه ان هو ما عجبنيش قوي يعني. خلينا طب نشوف كده، نفضيه في الازاز ونجرب هنعمل ايه. بعد ما فضينا العبوه اللي هي الحلوه دي، وده كان اللي هو المعدل بتاع المسحوق او المعدل بتاع الصابون السائل تمام. بصوا شايفين؟ ما حسيتش خالص ان هو تجربه عجبتني، لا مش عارفه ليه. يعني انا مثلا دلوقتي مثلا هاخد الليفه مثلا اهي، هاخد مثلا كده حبه. على فكره اللي انا اقدر اقوله، بصوا اللي انا اقدر اقوله اللي هو اصلا مش عايز يعني مش عايز مثلا ان هو يتخفف بميه، لا المفروض ان كل الكميه دي استخدمها مره واحده. طبعا انا طبعا متضايقه جدا جدا جدا، لان هو اصلا المفروض ان هو يتخفف. فلما انا اخد من دي لهنا، المفروض ان تبقى تديني صابون اكتر وتديني رغاوي اكتر. انا شامه ريحه بس، وفي نفس الوقت مش حاسه بالرغاوي اللي هي لان انا ده المفروض ان ده هيتخفف لسه بالميه. عملنا منه كل ده، بس يعني انا بعتبر ان التجربه مش مهم. طبعا ال 25 جنيه بس، الواحد بيتعلم.
ممكن لما يتساب شويه هسيب شويه في الجردل ممكن يتقلوا. انا عماله انضف اقول يمكن ايه يمكن هسيب شويه في الجردل يمكن لما انتوا شايفين يعني اهو. بصوا حتى يعني الكارثه كمان ان المفروض ان الصابون بيبقى لزج، يعني الصابون لما بنيجي مثلا بنشيلوه بيبقى لزج، لكن بصوا ده بيتشال في كلمه الصابون، يعني حتى مش مركز خالص. يعني هو يقصد الكميه دي اللي انا بحطها 25 جنيه، يقصد بقى مش على 8 لتر، المفروض ان هو يقصد على 2 لتر. حتى لو الكميه دي كلها طلعت انا مش مقتنعه بيها، مش مقتنعه خالص. التجربه نجحت بنسبه نقول 30%. ما انصحش اي حد ان هو يجيب الحاجات دي اللي هي الفايف ستار والحاجات دي، ما انصحكوش خالص. وحته تخفف 8 لتر دي كدب فيك. ال 8 لتر زي ما انتم شايفين اهم، حطاهم عاملين زي الميه، مفيش خالص. انا كنت بجد فعلا حابه ان انا اجرب الموضوع ده، عشان في ناس كتير قوي 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 بتطلع تقول لا ده الماتيريال بتاعتي كويسه، لا مش عارفه ايه. انا اسمع ان فايف ستار دوت حاجه كويسه جدا. مفيش. بصوا زي ما انتم شايفين انا كده كده اصلا الحوض عندي نضيف، فما حسيتش ان الموضوع قوي، ما حسيتش ان في بصوا حتى بصوا خفيف ازاي، تحسوا. بصوا انا مش عايزه احط ايديا تاني، خفيف ميه، مش اللي هو التقيل مثلا الصابون السائل التقيل. ما عجبنيش خالص. التجربه كانت نقدر نقول ان هي مثلا نجحت بنسبه، مش نجحت يعني، لو هنقيم هنقول 30%. ودي برضو انا جيت مليتها اهي، ودي برضو مليتها، وانا متاكده ان اللي انا ملياهم دول، ودي انا مليتها اللي هي بتاعت الصابون. بصوا انا هنا ما خففتوش والله، المفروض ان انا بحط حبه تحت وببتدي اخففه بالميه، وده اي صابون سائل بيتعمل فيه كده، فما خففتوش. وبصوا خفيف، بصوا ازاي شايفين، بصوا خفيف ميه. غير كده كمان ايديا ابتدت تحرقني من الفايف ستار ده. التقييم بتاعي مش حلو خالص، محدش يجيب منه، محدش يجيب اي حاجه، لا اوتوماتيك جل ولا برسيل جل ولا اي حاجه باودر وتخففوها وتعملوها عندكم في البيت، لا. بجد فعلا لو الحاجات دي بتتعمل في البيت كانت المحلات قفلت، كانت تايد وبرسيل والناس الناس المتمكنه في الحاجات اللي هي زي دي كانوا قفلوا اماكنهم، وكنا احنا عرفنا نبيع. لا، ادي العيش لخبازه. مهما تطلع شركات وتقول فايف ستار ومعرفش ايه والكلام ده، لا. هي بصوا ب 25 جنيه بس، انا اعتبرتها انها تجربه، عشان لما الاقي اي حد بيعلن عن باودر بيتصفف في ميه وبيتقال عليه ان هو بيعمل 8 لتر و10 لتر صابون وخام ومعرفش ايه، هرد باعلى حسي واقول لا ده فيك وكذب ومش صح ومحدش يشتري. فعشان كده انا بقول لكم بعد التجربه دي اهو، شايفين بصوا يعني انا هنا بصوا بحركه لكم ازاي، بصوا شايفين يعني ما فيهوش ادنى، والله العظيم خفيف خفيه غير عاديه اقسم بالله. وانتوا عارفين ان انا بنقل لكم التجربه بمنتهى المصداقيه. بصوا حتى بصوا يعني شايفين، بصوا شايفين، بصوا عمركم شفتوا صابون بيتحرك بالسلاسه دي اللي هي بصوا بسرعه ازاي؟ لا، الصابون المفروض ان هو بيبقى الخام بيبقى تقيل، بيبقى مركز. لا طبعا في فرق جامد جدا، ده ميه. ما تنسوش تدعمونا بلايك حلو منكم بالله عليكم، وما تنسوش تدعوا لنا دعوه كويسه، لان فعلا في بنات كتير جدا لسه بنانيت او مامورات عايزين يرتبطوا، فبيبتدوا ان هم يستسهلوا ويقولوا احنا نحط مش عارفه ايه ومش عارفه ايه وبتاع. لا ما تعمليش كده حبيبتي، وما تشتريش الحاجات دي. عايزه صابون سائل، عندك فيبا وعندك بريل، وعندك كمان الناس اللي هم بيبقوا بيبيعوا في السوبر ماركتات اللي هو الصابون السائل السايب والحاجات دي، دول ناس متخصصه في الحاجات دي وبتاخدي منهم حاجه نظيفه. يعني انا بصوا هنا انا عايزه اوريكم الفرق، معلش يعني سوري. انا كده كده اصلا بجيب الصابون السائل. بصوا بقى انا هنا كملت، بصوا الصابون السائل بتاعي بصوا قد ايه، شايفين الصابون السائل الطبيعي بتاعي اللي انا بشتريه من بره. بصوا الميه بصوا اتراكمت ازاي، عشان بس اكد لكم ان ده فيكوا اي كلام. هوريكم برده واحده تانية، ازازه تانية، لا هي دي اهي، هي دي. بصوا الصابون ده، بصوا دي عليت ازاي، ده ما طلعش ازاي من مكانه، لان ده بصوا زي ما انتم شايفين، بصوا مركز، لكن ده ميه. ف اوكي، التجربه لم تنجح، التجربه باظت. ما تنسوش تدعمونا بلايك حلو منكم، واشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.